ما زال خروج منتخب المغرب بقيادة المدرب وليد الركراكي من دور ثمن النهائي لكأس أفريقيا بساحل العاج 2023 أمام منتخب جنوب أفريقيا بهدفين نظيفين يثير المزيد من الجدل نظرا للأداء غير المقنع الذي أظهره غالبية لاعبي المغرب طيلة هذه البطولة الأفريقية، بغض النظر عن احتلالهم صدارة المجموعة السادسة ب7 نقاط. ويستعد المدير الفني لمنتخب المغرب وليد الركراكي لبدء مرحلة جديدة من أجل التحضير للاستحقاقات المقبلة بعد الإخفاق في بطولة كأس أفريقيا التي تختتم الأحد في أبيجان بخوض المباراة النهائية بين منتخبي ساحل العاج ونيجيريا لنيل اللقب القاري. وتنتظر المدرب وليد الركراكي تحديات كبيرة لإعادة منتخب أسود الأطلس إلى سكة الانتصارات بعد الخروج المخيب للآمال من نسخة ساحل العاج لكأس أفريقيا، حيث سيكون شهر مارس المقبل موعدا لإعادة عجلة منتخب المغرب إلى الدوران من جديد. وكشفت نسخة ساحل العاج 2023 عددا من النواقص بمنتخب أسود الأطلس، وخاصة الجهة اليسرى التي شكلت مشكلة للمدرب وليد الركراكي بعد إصابة سفيان بوفال وحكيم زياش قبل المباراة الحاسمة ضد منتخب جنوب أفريقيا في الدور ثم النهائي. ورغم امتلاك الركراكي العديد من الخيارات الهجومية إلا أنه لم يجد الوصفة السحرية لحل معضلة الجهة اليسرى التي ما زالت تشكل صداعا في رأسه منذ تعيينه مديرا فنيا لمنتخب المغرب قبل بطولة كأس العالم في قطر 2022، فهي لم تؤدي بعد الدور نفسه الذي تلعبه الجهة اليمنى بوجود أشرف حكيمي، حكيم زياش وعز الدين أناحي، إذ غالبا ما يكون هؤلاء وراء تسجيل الأهداف لمنتخب أسود الأطلس، حيث أقر وليد الركراكي بانشغاله البالغ بإيجاد حل لمشكلة الجهة اليسرى حتى يكون لها دور فعال مثل نظيرتها اليمنى من دون أن يستبعد احتمال استدعاء أسماء جديدة. ووفقا لما نشره موقع العربي الجديد فإن المدرب وليد الركراكي سيتخذ بعض القرارات التي تصب في مصلحة المنتخب المغربي في القريب العاجل بغرض العودة إلى سكة الانتصارات، مشيرا إلى أن الباب مفتوح أمام جميع اللاعبين المؤهلين لتقديم الإضافة المرجوة. وتابع كاشفا: هناك أسماء جديدة ستنضم إلى المنتخب أسود الأطلس في المعسكر التدريبي لمنتخب المغرب في مارس المقبل، حينها سنقف على مؤهلاتها الفنية والبدنية من أجل تدعيم صفوف كتيبة المدرب وليد الركراكي إن على مستوى الجهة اليسرى أو باقي الخطوط الأخرى. وسيشرع الناخب الوطني وليد الركراكي من الآن في متابعة جميع اللاعبين لتحديد اللائحة الجديدة للفريق الوطني التي ستحتفظ بالتوابت على أن ينادي على آخرين من منتخب الأمل. وأيضا لاعبون عبروا عن رغبتهم في حمل القميص الوطني، حيث سيضم أبرز المواهب من أبرزهم يوسف الخديم لاعب شباب ريال مدريد، ثم آدم أزنو لاعب بايرن ميونخ الألماني، وأنس صلاح الدين لاعب نادي تيفينتي الهولندي، وذلك لسد الفراغ أو بالأحرى تعزيز الظهير الأيسر للمنتخب. بالإضافة إلى ذلك سيتواجد إلياس أخوماش مهاجم فاريال الإسباني ومتوسط ميدان لانس الفرنسي نايل العناوي. وحول احتمال دعوة اللاعبين سفيان رحيمي مهاجم العين الإماراتي، وريان ماي لاعب ستوك سيتي الإنجليزي، ومنير الحدادي مهاجم لاس بالماس الإسباني، أوضح المصدر نفسه أن كل شيء وارد بشرط أن يحافظ هؤلاء على أدائهم مع أنديتهم ويعملوا على الرفع منه أكثر حتى يكونوا في كامل جهوزيتهم لخدمة منتخب أسود الأطلس. كما أن المدير الفني لمنتخب المغرب وليد الركراكي يكثف جهوده حاليا لإقناع إبراهيم دياز بارتداء قميص منتخب أسود الأطلس في المرحلة القادمة، حينئذ يكون قد وجد حلا نهائيا لمشكلة الجهة اليسرى. وسيعقد مدرب المنتخب المغربي وليد الركراكي اجتماعا مع رئيس الاتحاد المغربي لكرة القدم فوزي القجع ولجنة المنتخبات المغربية خلال الأيام القليلة المقبلة من أجل وضع برنامج كامل لتحضير منتخب أسود الأطلس للاستحقاقات المقبلة، بما في ذلك حسم المباريات الودية، حيث أن 10 مباريات تنتظر منتخب المغرب رسمية وودية قبل نهاية السنة الجارية، حيث سيستهل استعداداته بخوض مباراتين وديتين خلال فترة التوقف الدولي في مارس. وسيخوض المنتخب المغربي 8 مباريات أخرى بداية من يونيو المقبل، حيث سنواجه منتخبي زامبيا والكونغو برازافيل ضمن الجولتين الثالثة والرابعة من التصفيات الأفريقية المؤهلة إلى نهائيات بطولة كأس العالم التي تستضيفها أمريكا وكندا والمكسيك في 2026، وبعد ذلك خوض 6 مباريات الأخرى المتبقية من سبتمبر إلى نوفمبر المقبلين، بالتزامن مع إجراء تصفيات المؤهلة إلى بطولة كأس أفريقيا التي يستضيفها المغرب صيف 2025.